طبعا ولا نصر ولا إبراهيم ممكن كلامهم يكون صح، لأن الاتنين كانوا تحت تأثير المخدر. ومش عايزك تنسى إن إبراهيم باع البيت ومشي بعد طلاق نصر، وإن في اتنين مذنبين غير الجاني. بس خلينا دلوقتي في رحلة البحث اللي بدأت عن هدى، واللي حرفيا ما سابوش بيت من بيوت القرية إلا لما سألوا عليها فيه. النهار بدأ يطلع وفضل الوضع بالشكل ده لحد ما دينا شافت واحد من أهل القرية اسمه محمد. في الوقت ده هو كان خارج ورايح على شغله، بتجري عليه بسرعة وبتستغيث بيه وبتقول له مش لاقيين أختي هدى عم محمد. ولما سألها في إيه وإيه اللي بيحصل سكتت فجأة وجريت على البيت. ساعتها حاول محمد وكذا حد تاني انهم يدخلوا وراها عشان يفهموا في ايه او يحاولوا انهم يساعدوا. دينا جت بتقول لي ما شفتش اختي يا عم محمد. قلت لها انت شوفها فين؟ تخرج فين اصلا الساعه 4؟ حضرتك انا دخلت اقول له بص يا عم خش ادور عليها. ما قال لي هي خرجت قدامي. قلت له ماشي ممكن تكون خرجت ودخلت وانتم مش واخدين بالكم، ودخلت نمت في اي اوضه. فحضرتك زقيت ودخلت انا ووالدتي. ونصر في حالة صدمة ومش قادر يفهم ايه اللي حصل. وابراهيم كان بيمنع دخول الناس بكل الطرق وبيحاول يقنعهم انهم دوروا كويس وان هدى مش جوه البيت. وده كان سبب يخلي محمد يشك في ابراهيم ويحس ان في حاجة غلط. محمد صمم انه لازم يدخل هو والناس اللي معاه يدوروا جوه البيت، وده عشان يتأكدوا ان البنت مش جوه فعلا. ريحة البيت مكان السهرة امبارح كانت واضحة جدا، ويمكن ده السبب اللي خلى ابراهيم يصمم ان محدش يدخل. ولما سألوا دينا اكدت لمحمد والاهل القرية اللي معاه ان ابوها وابراهيم كانوا قاعدين بيشربوا هنا امبارح، وبدأوا فعلا يدوروا على هدى في البيت. ومحمد دخل الأوضة بتاعت دينا وهدى اللي كانت في نفس الوقت فيها خردة وشولة قديمة، وفجأة ينده على كل الموجودين عشان يقول لهم لقيت هدى. محمد فعلا لقى هدى تحت شوال، واتفاجئ ان المنطقه السفليه مجرده من الملابس وفي اصابات كتيره على جسمها وخصوصا حوالين رقبتها، وايديها كانت متكتفه. ورغم صعوبه المشهد ساعتها محمد نده على كل اللي في البيت انه لقى هدى. وفي نفس الوقت والده محمد كانت معاه في الاوضه وبتصرخ وتقول هدى ماتت. لحظه صمت والكل بيحاول يستوعب، خصوصا دينا اللي انهارت وخرجت من حاله الخوف وخدت واحده من جيرانها على جنب وحكت لها اللي حصل بالظبط والرعب اللي كانت عايشه فيه طول الليل. ومن الواضح ان دينا كانت عارفه وشايفه كل اللي حصل. دينا قالت انها دخلت تنام وسابت ابوها وابراهيم قاعدين، وبعد شويه وقت حست بابراهيم وهو بياخد هدى من جنبها وبيجردها من ملابسها وكتفها وعطف عليها. دينا كانت صاحيه وشايفه كل حاجه، بس من خوفها غطت وشها ومثلت انها نايمه. والاغرب ان ابراهيم بيصحي دينا هي كمان بعد ما خلص على هدى عشان يعرض على دينا علبه عصير ويعمل معاها نفس اللي عمله مع هدى في مقابل 100 جنيه. ولما دينا رفضت هددها انه يخلص عليها. من الخوف غطت وشها مرة تانية، فبالتالي هي ما تعرفش اختها راحت فين، وحست ان ابراهيم ممكن يكون خدها معاه، وكانت خايفة تحكي لابوها فابراهيم يخلص عليها. وده كان السبب ان دينا وهي بتكلم محمد سابته فجأة وجريت، لانها في الوقت ده شافت ابراهيم. بتكمل وتقول انها لما حست برجل ابراهيم